احنا محتاجين الونس. مش شرط ان انت تتجوز يعني عشان يبقى ولد، لا انت ممكن. انا صحابك بتوع المدرسه، احنا ايام المدرسه كناش بنفكر في الموضوع ده، كان عادي يعني، واحد ارتبط مش ارتبطش مش قصه. في فتره كنا مثلا بنخرج فيها كتير، في فتره كنا مش عارفين فيها كتير. ما تفهمش، هي في فتره ما دي ناس تتجوز فيها. انا كنت بسال ليه الناس بتوصل للسن ده وتبتدي ترتبط على طول؟ تفهمش في حاجه تحس ان هو واجب عليهم. انا اقول لك بقى انا رحت هناك يا باشا فجاي لك من هناك اقول لك بقى ايه اللي حصل يعني. اتضح ان انت بعد في سن معين قصه ان انت وي نيد كومبانيون، دي حاجه اساسيه، دي احنا فعلا محتاجين كومبانيون. بس الفكره ان انت كان بيغطي على الشعور ده المدرسه الصبح مع اصحابك هنا، وبالليل خارج مش عارف مع مين وبتاع، ومش عارف بيفتح بابجي بيلعب مع صحابه وبتاع، دايما في حواليك ناس يعني. الفتره بتبتدي مع الشغل سيريسلي. اول ما تبتدي الشغل وتطحن صبح ظهر ليل كده يا باشا، طالع عند اهلك وترجع اخر اليوم، مفيش وقت ان انت تشوف صحابك، مفيش وقت ان انت تتسكع هانج اوت توجذر، فاهم؟ زي زمان مفيش وقت ان انت تقعد اليوم كله تلعب مثلا ببجي زي ما كان ايام الدراسه. ولا ده انت حتى في الدراسه انت كان وقت الدراسه اللي انت بتدرس فيه معاك ناس مع بعض في نفس فانت تقريبا مش محتاج كمباني، انت معاك كمبانيا على طول. طب يلا ننزل بره نذاكر كلنا مع بعض، ما احنا كلنا شغالين نفس الحاجه، كلنا طلب، فاحنا كلنا بنعمل نفس الحاجه، كلنا مشتركين مع بعض. فانت وي هاف ا لوت اوف كومبانيونز، احنا حوالينا ناس كتير خالص. فكان الموضوع ما فيش يعني، ما عندناش نقص في الحته دي. اول ما بتبتدي تتخرج كل واحد بيروح في اتجاه بتاعه هو بس يعني. حتى احنا اصحابنا كل واحد فين لما تلاقي اتنين راحوا نفس مثلا في الصيدله، اتنين راحوا نفس المستشفى، اتنين راحوا نفس الشركه، اتنين راحوا نفس فبتبتدي تلاقي نفسك مره واحده كده بدون التفاهم يعني، لوحدك. وكل واحد ليه قصه لوحده خالص دلوقتي، كل واحد بقى ليه ظروف مستشفيته وظروف اجازاته وظروف دي مختلفه تماما. فبتلاقي نفسك مره واحده تبص حواليك تلاقي لوحدك. يعني في مشكله حصلت في الشغل عندك انت بس. كان زمان لما كان الامتحان يجي صعب على الكل كنا كلنا في بنشتكي، لا دلوقتي انت بس اللي عندك المشكله دي. فبقى الواحد بيحس ان هو يو ار اون يور اون، انت وحدك خالص في هذه المشكله. انا ما عنديش المشكله دي، انت بس اللي عندك المشكله. انا بتحصل مشكله بس انت مش عندك. فتحس ان انت هنا في المرحله دي انت حتى مفيش حد تحكي له. ليه؟ لانه كل واحد عنده مشاكل يعني. حتى اصحابك انت دي تكلموا اصلا، طب كان زمان بقى وايه والدنيا ونروح ونيجي ونتكلم دلوقتي كل واحد فيه اللي مكفيه يعني. ليه واحد صاحبي مثلا خلص شغله 12 ونص، طب ده راجع 12 ونص وهيصحى تاني يوم الصبح بدري، همسكه انا في فطبعا يعني لقيت ان الظروف، انت عشان تلاقي حد ملتصق بيك او يهمه امرك وبتاع، ده لازم يبقى حد ماشي معاك بنفس ظروفك بالظبط. مين ده كومبانيون او رفيق حياتك انت. فهتضطر هتضطر تدور على الرفيق او بتاع. كان في جمله بحبها قوي دايما يقول لك ايه، واحنا هنعوز ايه غير الونس. انا بحب الجمله دي، بس مش معنى كده احنا نتجوز يعني. كان في دماغي انت ممكن تتونس من اي حاجه، اصحابنا كتير نخرج كتير نتكلم يعني، مش لازم بنت يعني، ممكن صاحبك الولد اللي بتخرجوا بتيجوا لان انا فاهم ان في حاجات تانية وبتاع، انا عارف شايفك اللي بتكتب كومنت اللي بتضحك، بس يا جماعه دي حاجات صغيره. انا بحكي على الحاجه السبيريتشوال، الحاجه اللي الساميه، الحاجه اللي هي فوق، اللي انت دي فعلا احنا محتاجين كامبانيون. وعشان كده فتره فاتت لما كنت مختفي، لان كنت هقول مطحون بصراحه في الشغل ومش عارف تتخرج بتلاقي نفسك مش عارف اي حاجه، مش عارف رايح فين وجاي منين والحقيقه مش فاهم يعني، مش فاهم كل الاجابات صح يعني. مره واحد حكى قال لو ده امتحان تخيل كل مش اختياري مثلا، واحد كل الاختيارات صح، كل الاختيارات غلط، ما حدش معاه نموذج، مفيش حاجه صح، فاهم يعني؟ ده اشتغل في شركه كويس، طب ده سافر بره، ما مش عارفين، ما حدش عارف. ف لا يعني الحياه بعد التخرج مش جوسي مش بس يعني هي يعني لابد منه يعني. كان حد بيقول لك دايما في حاجات كده بيقول لك شر لابد منه يعني، حاجه مش حلوه بس هو لازم يعني. احنا ما اتس اوكي يعني، اتس اوكي ام اوكي مؤخرا ابتديت ان انا افكر في الموضوع ده بجديه. وطب لو احنا فعلا خلاص يعني امر واقع ان انت لازم في حد هترتبط بيه بقية حياتك، ايه مواصفات الشخص ده؟ بس المواصفات العقلانيه، اصل احنا في ممكن اقول لك صفات كتير جدا انا هتبقى حلوه مثلا، السلام مش موضوع يعني. انت وبعدين والحلاوه دي اقل حاجه يعني. الحلاوه دي انت تبقى بعد فتره زي الحلاوه مش هي دي يعني.
طب انها تبقى مش عارف بنت وزير مثلا، ولا مش عارف طب وايه يعني هيعملها ايه الوزير يعني؟ طب تخيل انت مثلا متجوز واحده مش متخلفه، سوري يعني يا جماعه مع احترام المتخلفين يعني، تقعد بقى في حياتك كلها خلينا صبح وظهر وليل عشان انت متجوزها ومتجوز ابوها يعني فلا مش هي دي برضه. فقعدنا ندور كتير قوي، واتناقشت مع ناس كتير فشخ ايه هي المواصفات اللي هي الذهبيه، واحد اتنين تلاته دول لابد منهم. فكان يعني اخر حاجه I stumbled on a thing يعني ايه موجود من فتره طويله خالص يعني، كلمه امراه فاضله. اتضح ان كلمه امراه فاضله ده موضوع كبير، موضوع كبير خالص 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 يعني. يعني كمان تلاقي ان امراه فاضله ثمانية جدا ثمانية فوق الليالي، بس انا مش بحكي في الموضوع من جانب ديني، انا بحكي الموضوع من جانب حكمه. يعني ايه اصل اللي كاتب الشابتر ده كان سليمان الحكيم، فده راجل وايز كفايه ان هو يعرف يختار، يعني بعيدا عن المبادئ الدينيه وانها مش عارف ايه مهمه وكل حاجه، بس في حاجات تاني، في جزء حياتي كده يعني هنعيش. يعني مثلا في واحد يقول لك لا اهم حاجه تكون بتعرف تطبخ. طب يا اسطى افرض بس واحده بتعرف تطبخ بس ما بتعرفش تعمل حاجه تاني في الحياه، يعني هي وشخصيه ممله وحاجه غلسه هتعمل ايه بالطبخ؟ طب ما تاكل بره اصلا. يعني انت لو انت هتعمل عشان واحده يعني هي مش فايتال، مش يعني حتى في الطب وكده ده بيقول لك فايتال ساينس، في حاجات مهمه جدا. يعني تيجي تقول لي اصل بطنه وجع، ماشي هتلاقيه هتخف يا باشا بطن، بس في فايتال ساينس. يعني لو مثلا الدم مش واصل للمخ فايتال هيموت. لا تقوليش بقى صباع ده ممكن اقطع له رجله خالص، صباعه اللي وجعه ده ممكن اقطع له رجله ويعيش، فاهم؟ فتيجي تقول له اصل رجله وجعاه مش مهم، المهم الفايتال ساينس. في ايه الفايتال في النقط دي؟ فكانت هي كلمه امراه فاضله دي اكتر حاجه اي ستامبلد اون، وليها فعلا معنى وليها بتاع. كان سليمان الحكيم حكى في الشابتر ده عن شويه حاجات، مش امراه فاضله بس، حكى في تفاصيل المراه الفاضله اللي هي بتعمل وتسوي، وازاي تهتم ببيتها وجوزها وتهتم بعيالها ودايما صاحيه ومركزه. يعني تقريبا يعني الشابتر ده لما تقراه او تشوف التفسيرات بتاعته والدنيا ازاي الناس حكت عنه تلاقي ان احنا ملناش لازمه خالص كرجاله يعني. يعني تحس ان الست هي اللي عملت كل حاجه، بجد والله يعني يعني هي البيت بامانه. فاختيار بقى اختيار اصعب. يعني انا كنت حاسس ان عادي انت عليك شويه لقيت ان هي فعلا هي الاساس. مين اللي هيربي العيال؟ مين اللي هيغرس المبادئ؟ مين اللي هيعمل هي يعني الست اللي هتعمل كل حاجه. لو تقرا كمان الشابتر بتاع سليمان الاخير كل حاجه كل حاجه هي بتاخد بالها ان الشتاء قرب فتعمل مش عارف ايه لبس دافي لعيالها، هي بتهتم بالاكل، بتاخد بالها مش عارف من شغل جوزها، حتى جوزها نفسه شكله قال لك في المجالس بيبقى بسبب ان مراته في البيت عامله ازاي. حتى المثل المصري مشهور وراء كل رجل عظيم امرأة. فهو موضوع مهم يعني، اتضح مؤخرا ان هو موضوع مهم. يعني مش هحكي زياده، هو يعني فيديو حكاوي عبيطه وصل له 9 دقايق ما قلناش حاجه. بس اتضح مؤخرا ان ده اخر كونكلوجن وصلت له، ان هو موضوع في غايه الاهميه والاختيار فيه صعب جدا، ولكن المعايير بتاعته واضحه. يعني هي طلعت ان هي واضحه، مش موضوع مساله مش الشغل مش البتاع، هي هنا هي هنا هي كلها هنا. هي واتلخصت في كلمه. انا عجبني الكلمه بتاعت مرأة فاضله، لان دي طلعت شايله كلام كتير خالص. فاضله دي يعني حد ذكي وواعي وحكيم وذو مبادئ واخلاق وكتير قوي، مليانه تفاصيل يا اسطى، ويخطط ويدبر ويعمل، وفي نفس الوقت طيب مش شرير يعني لا طلعت كلمه تقيله فعلا. انا ما كناش مقدرينها وما كناش فاهمين، بس لما بديت اشوف تفاسير هي دي هي دي. we need this, we need it because قدام الحياه مش رحيمه. فحتى الدحيح لما جه حكى قال لك ايه؟ قال لك انت لو عايز تنعزل انت محتاج حد تقول له ان انت عايز تنعزل. تشوف ازاي الموضوع. فيعني يلا سي يو ان انذر فيديو. انا مش عارف، مش حتى الواحد مبقاش فيه طاقه والله يعمل فيديوهات، بس يلا اهو من وقت للتاني كده ندردش.